الآن قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي عم يقوم بواجبه تجاه هذا المجتمع وتطهير الأرض من بقايا خلايا داعش، لأن هذه الخلايا لا زالت موجودة في جميع المناطق، ونريد من هذه القوات وحماية الشعب أن يطهروا هذه الأرض ويطهروا العبادة والبلاد من رجس هذا الفكر الظلامي الذي قتل وهجر ونكل بالعباد وبالأطفال، يتم الأطفال ورمل النساء وقتل الرجال. وهذا الفكر لا يوجد عنده منظور للحياة، بل منظوره وفهمه هو القتل والتهجير للبلاد والعباد. فنطلب طلب، وأنا من منظوري الشخصي أن هذه الحملات يجب أن تكون مكثفة، ويجب أن تكون في جميع المناطق، لا حصرا بس في المخيمات، بل يجب أن تكون في جميع المناطق، في الرقة وفي القامشلي وفي الدير، جميع مناطق شمال وشرق سوريا، لكي نقضي على هذا الفكر الظلامي. نحن كأهالي منطقة ندعم هذه الحملات التي انطلقت لتمشيط المنطقة من الخلايا النائمة تبعا لما عانينا له في الأيام السابقة من تنظيم داعش وغيره من الفصائل التي مرت على هذه المنطقة. ويجب علينا أن ندعم الحملات عند ظهور أي خلل أو أي خلية. يجب علينا أن نخبر قوات قسد أو أي نقطة عسكرية قريبة. طبعا مساعدتنا لقوات قسد عند ظهور أي خلية أو ظهور أي فساد، فهذا دليل على أنه نحن نحاول أنه نقضي على جميع الفصائل المخلة أو المخربة لهذه المنطقة. طبعا بمساعدتنا للقوات الأمنية ولقوات قسد سنقضي على خلايا داعش ونحافظ على أمان وأمن المنطقة. احنا كأهالي لمنطقة الشدادي نظرا للحملات اللي قام بها قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي لتمشيط المنطقة من خلايا وتنظيم داعش الإرهابي، من واجبنا أنه كأهالي وشعب بالمنطقة إذا شفنا أي حملات أو أي أشكال غريبة بالمنطقة أو أي تحركات، من واجبنا أنه نعطي خبر للأمن الداخلي، وإذا تطلب منا الأمر أنه نقوم بمساندتهم.